السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله لو عندك عجول بترضع وعندك عجول رضاعة صغيرة زي دي كده، ان شاء الله هقول لك تتعامل معاها ازاي. العجل ده عمر يوم. اول حاجة يكون عندك المكان نظيف، زي ما حضرتك شايف كده لازم المكان يكون نظيف، لان العجل ده عامل بالظبط زي العيل الصغير، عايز مكان يكون نظيف. اول ما تجيبه، العجول ديت مش مولوده عندي، العجول ديت انا جايبها عمر يوم، بجيبها من الشركه عمر يوم يعني. بس المهم لما تروح الشركه تكون العجل راضع لبن السرسوب من امه. فالشركه اللي انا بجيب منها ديت يعني هم بيديله 4 كيلو سرسوب بالخرطوم، بياخدهم غصب عنه برضاه، كده كده بياخد 4 كيلو سرسوب بالخرطوم. دي مهمه، لو العجل مش راضع السرسوب ما تشيلوش من مكانه، دي اول حاجه لازم تتاكد. لو هيبقى غالي اي حاجه بقى الزياده عن كده كمان، بس لازم يكون راضع لبن السرسوب. طيب انا جبته، عرفت اللي هو راضع لبن السرسوب وجبته عندي. اول حاجه وانت جايبه في العربيه ما تخلوش يتعرض لتيارات هواء. ما يتعرضش لتيارات هواء ازاي؟ الهواء ما يخبطوش وهو جاي من العربيه، عشان خاطر الالتهابات. عشان خاطر لو الهواء خبطه وهو جاي في العربيه هيجيله التهاب رئوي وهيغلبك ويزهقك. طبعا اول ما بجيبه يعني انا هو بيبقى مولود الصبح، يا بجيبه العصر يا بجيبه تاني يوم الصبح، لان اليوم لو قعد في الشركه يوم زياده بيحسب لك اليوم ارضاع ب 140 جنيه زياده عن الثمن. طبعا انا اول ما جبته دخلته ما رضعتوش، جبته الصبح، طبعا هو كان راضع الصبح ما رضعتوش. تمام. جيت العصر لما رضعته عطيته نص كيلو بس. طبعا بديله ازاي؟ دي البزازه هي برضعه بيها. طبعا في جرادل تانية بتبقى لها برضو حاجه زي دي كده من تحت حلمه يرضع منها، لكن انا شغال بالبزازه دي. قرب كده يا عمرو تعالى. والعجل لما تيجي تنقيه لازم تنقيه يعني يكون حيويه ونشاط كده. يعني عندك ده عمر دلوقتي شهرين ونص ما شاء الله بيرضع برضه، ده جايبه من نفس الشركه وجايبه عمر يوم برضه، عمر شهرين ونص ده. لكن ده لسه عمره حوالي 3 ايام او 4 ايام، العجل الصغير ده. ما شاء الله لازم العجل يكون ايه؟ يكون معاك حيوي ونشاط كده. ولما تيجي تختار عجل برضه من الشركه ما تجيبش اي عجل يكون عليه اسهال من ورا. بص كده زي ما حضرتك شايف كده، لو ظاهر معانا في الفيديو، قرب كده يا عمرو تعالى. مفيش اي بواقي اسهال من ورا. بص كده مفيش اي حاجه للاسهال. لازم برضو لو العجل لقيت عليه اي حاجه للاسهال ما تشيلوش من مكانه عشان خاطر هيتعب. طبعا انت بتبدا معاه نص كيلو الصبح ونص كيلو ونص كيلو اخر النهار. ومن ثالث يوم ما حضرتك تجيبه من ثالث يوم تتعامل معاه، تحط له علفه فطار. الميه موجوده. تعال قرب كده يا عمرو برضو. دي علفة فطام انا بحطها لهم من ثالث يوم، يعني ده ما شاء الله عمره شهرين ونص اهو بياكل فيها. طب بحطها لهم ازاي؟ في مكان هنا الطوله طبعا هنا واطي اهي، باجي حاططها اهو، باجي حاططها له كده وهو ايه، وهو بيجي يلحس فيها. طب العلفه دي مكونه من ايه؟ العلفه دي فول صويا ورده وذره، يعني حوالي 18% بروتين او 19% بروتين. العلفه دي مهم يا جماعه اللي انت تحط علفه فطام للعجل من ثالث يوم. والميه طبعا موجوده هناك اهي في البرميل، لو حضراتكم شايفين موجوده هناك اهي. الميه طبعا لازم تكون موجوده 24 ساعه. طبعا العجل زي ما حضراتكم شايفين ولسه عمره شهرين ونص ما شاء الله، فتحته من ورا عريضه ما شاء الله، العجل الصدر واسع من قدام. دي مواصفات العجل. بس لو حضرتك ما عندكش خلفيه وما ربيتش قبل كده وما عندكش درايه، ما انصحكش ان انت تجيب حاجه زي دي، لان العجول ديت البعبع بتاعها الاسهال والالتهابات الرئويه. ده البعبع بتاع العجول الرضيعه دي، هي كويسه وكل حاجه ومشروع كويس، بس البعبع بتاعها الاسهال. فحضرتك لو عندك خبره اتكل على الله، لو حضرتك ما عندكش خبره خليك في العجول تكون شاده نفسها شويه، مثلا 200 كيلو 250 كيلو عشان ما ترصيش نفسك وما تغلبش نفسك. وطبعا العجول ديت برضه يعني انا ما اتعلمتش بالسهل، انا مات مني عجول قبل كده، مات مني عجول عشان اتعلم. بس ما شاء الله يعني حاجه عسل كده.
حاجه كده وانت شغال فيهم حاجه ما شاء الله. وطبعا العجول ديت برضه بتاخد ديدان. العجل ده ممكن يكون انا لسه ما عدتوش عشان هو عمره 3 ايام، يعني انا كمان اسبوع كده وهديله جرعه ديدان. العجل ده عشان خاطر ممكن يكون مولود واخد ديدان من امه وهو في بطن امه بياخد ديدان. ده انا اعطيله جرعتين ديدان لحد دلوقتي. العجل التاني ده اللي هو عمره شهرين ونص ما شاء الله. العجل اهو لسه بيرضع وبياكل معايا حوالي نص كيلو علف دلوقتي، يعني حاويه ونشاط ما شاء الله عليه. العجول ديت لو انت عارف نوعها، لو انت عرفت نوعها كده اكتب لنا في التعليقات. وانا مش محضر كلام ولا اي حاجه، يعني ممكن نكون نسيت حاجه، فلو حضرتك عندك اي استفسار او اي حاجه عايز تسال عليها انا تحت امرك. دي بس اساسيات. طبعا العجول ديت انا برضعها لبن صناعي، ما برضعهاش لبن بقر، برضعها لبن صناعي. طبعا هنعمل فيديو ان شاء الله مخصص عن اللبن الصناعي لوحده وطريقه الرضاعه والمعدل وكل ده. وفي الاخر لو انت استفدت باي حاجه ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تفعل الجرس. والله يصلح حالنا وحالكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.